اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في مصر وبره مصر. وحشتوني كتير من الفيديوهات اللي فاتت. انا ليا فتره كبيره ما عملتش فيديوهات. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير وسعاده وصحه وسعاده. يا ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ورمضان كريم. النهارده تاني يوم رمضان. عاملين احلى اكله زي ما انت هتشوفوا معانا فراخ بلدي ومعانا فراخ بيضه، وهنعمل احلى اكله واحلى عزومه. بالهنا والشفا لكل اللي كل. زي ما انتم شايفين هنعمل كوسه، وهنعمل سمبوسه، وهنعمل بسله، وهنعمل يعني اكلات كتير. طبعا هنبدأ الأول زي ما انتم شايفين غسلنا الفراخ ونضفناها وحطيناها حشيناها يعني فريك، وهنحطها نديها صدمة كده في الحلة الأول. وبعد كده نبتدي نزيدها بعد ما ناخد الصدة الحلوة كده، يعني تشويحة حلوة كده على النار. هنبتدي نزيدها بالشوربة بالمية. اللي وصل لحد هنا يا جماعه، متنسوناش باللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد مني. بالله عليكم حطوا اللايك، ما تنسوش اللايك يعني بيفرق كتير معانا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. انا ليا فتره كبيره والله كان عندنا شويه ظروف، ما قدرتش اسجل فيديوهات ولا اعمل فيديوهات. معلش، الفيديو انا كنت بصور في الكاميرا كانت مقلوبه معايا يعني شويه، بس يعني الحمد لله هنظبطها. زي ما انتم شايفين علقنا الفراخ، وهنعمل صدة برضه للفراخ البيضة، ونحطها في الحلة ونعمل لها صدة برضه تشويحة حلوة كده على النار. وهنحط لها ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا، وهنظبط الفراخ. طبعا الفراخ دي بعد ما غسلتها غسلة حلوة خالص بالمية والدقيق، وحطينا له ليمون وملح يعني وظبطناها خالص كده عشان ما يبقاش فيها زفارة ولا كده. فيعني ظبطناها تظبيطه حلوه. طبعا وهنديها تشويحه على النار الاول زي ما انتم شايفين عشان تتبلها طعم وريحه حلوه. ونتبلها زي ما قلت لكم بالملح والفلفل وتوم البودر وبصل البودر، وهنظبطها. طبعا بعد ما عطيناهم التشويحه الحلوه نزيتهم بالميه ونغطيهم ونسيبهم يستووا. طبعا قبل ما يستووا ان شاء الله نقشر الكوسه زي ما انتم شايفين. الاول عملنا طماطميتين كده حلوين وبصلايه، وحطيناهم للفراخ البلدي والفراخ البيضه. طبعا وبعد كده هنبتدي نقشر الكوسه ونخرطها دواوير حلوه كده عشان هنشوحها الاول بالسمنه على النار، لان الكوسه ما تنفعش تتحط زي ما هي كده، لازم تتشوح تشويحه حلوه في الطاسه. زي ما انتم شايفين ادينا بنقشر الكوسه. طبعا الكوسه ده زارعينها احنا قدام البيت، يعني مش شارينها ولا حاجه، دي الكوسه دي عندنا احنا. طبعا انا ارجعوا ورا في الفيديوهات اللي ورا تلقوا مصوره معاكم الكوسه وهي مزروعه في حته كده قدام البيت زي ما انتم شايفين. طبعا عملنا الكوسه. لو اللي عايز يتفرج على الزرع اللي انا زرعاه يكتب لي في الكومنتات كلمه حلوه كده، وانا هصور لكم الزرع بره، الكوسه والبصل والحاجات اللي احنا زارعينها قدام الحته اللي قدام الباب كده قدام البيت. طبعا حوضين كده عاملينهم قدام البيت وزارعين فيهم. زي ما انتم شايفين انا بقشر الكوسه وهنعملها دواوير ونديها تشويحه حلوه على البوتاجاز قبل ما نحطها في الحله. طبعا الكوسه دي انا هعمل لها دمعه، يعني بصله مع تومه. زي ما انتم شايفين قشرنا الكوسه، وبعد كده هنقشر التومه. انا بوريكم يعني ان انا اصل في ناس كتير بتكتب لي في الكومنتات بيقول لي انت بتعملي بتوريناش التوم ولا كده ولا ده، فانا بقشر لكم التومه دي وبعمل لكم بالهراسه زي ما انتم شايفين. الهراسه دي طبعا موجوده عند اي بيت، يعني بتمن يعني مش غالي قوي ولا كده. بعد كده زي ما انتم شايفين هنقلب الفراخ على الجنب التاني، طبعا عشان ما تبقاش جنب مستوي او الجنب التاني لا، فنحطها نقلبها كده على الجنب التاني.
ونسيبهم يستووا سوية، تستوي مليح، وبعد كده نطلعهم في الصينية. طبعا استووا خلاص هنطلعهم في صينية. وطبعا الشوربة هنسيبها لما نعمل الاول الدمعة اللي انا قلت لكم عليها. طبعا احنا جبنا بصلة حلوة كده كبيرة وعملناها في الكبة. يعني انا البصلة دي عاملاها في كبة. طبعا انا اشتريت كبة كده يعني مش غالية قوي، مبلغ حلو كده. طبعا والله بتسهل لي خالص البصلة واي حد بضربها فيها. طبعا عشان نوفر الخلاط طبعا في رمضان كل سنة وانتم طيبين نعمل فيه عصير وكده، فما ينفعش نعمل فيه بصلة ونعمل فيه تومة وحاجات وبعد كده نرجع نحط فيه العصير. فانا اشتريت كبة كده عشان اعمل بيها البصلة واعمل بيها الطماطم واعمل بيها اي حاجة. فزي ما انتم شايفين حطينا البصلة بعد ما فرمناها في الكبة حطيناها في الحلة. تستناها كده ما تتشوح تشويحة حلوة تدي تصفر كده. هنروح حاطين عليها التومة اللي انتوا شفتونا هرسناها بالهراسة كده. طبعا حطيت ملح وفلفل زي ما انتوا شايفين. ادي التومة عليها كده اما صفرت حطينا التومة. وادي الكوسة زي ما انتوا شايفين خلاص البصلة والتومة قربت تحمر. الكوسة زي ما انتم شايفين في الطاسة بنقلبها نديها تشويحة حلوة على النار. لازم تاخد تشويحة حلوة ما تحطهاش بيضة، لازم الكوسة تاخد التحميرة اللي انتم شايفينها دي، لان طبعا لو حطيتها بيضة ما تبقالهاش لها طعم. طبعا خلاص احنا عملنا البصل اهي خلاص والتومة صفرت. كمان ضربت الطماطم برضه في الكبة واديني زدت بها والله حلو خالص الكبة بتفرم لي اي حاجة بسرعة احسن خالص من الخلاط، يعني بتفرم احسن من الخلاط. طبعا انا زدت خلاص التوم والبصلة بالطماطم وهسيبها تتسبك تسبيكة حلوة كده قبل ما نخلص الكوسة على تشويه. اول ما نخلص الكوسة هنبتدي نحطها فين زي ما انتم شايفين اهي. خلاص خلصنا كده هنحط الكوسة كلها في الحلة ونسيبها تستوي. طبعا هنهدي عليها النار لان الكوسه ما بتاخدش طيبان على البوتاجاز، يعني غلوتين 3 كده وتلقاها استوت. وطبعا انا عشان خاطر ما عطيتها تحميره على في الصينيه في الطاسه فما هتاخدش سوا معايا. طبعا هنحط الفراخ في الصينيه، انا هحطها على الفرن مش هحط مش هحمرها على البوتاجاز. هاخدها واحط لها حته، انا هشتري لها حته بصله كده صغيره من اللي انا عملتها واقلبها فيها كده زي ما انتم شايفين. اديها يعني واخدها على الفرن، احطها على الفرن تتحمر. بتفرق كتير والله في الفرن عن البوتاجاز. لما تحمريها على الفرن بتلقيها حلوه كده طريه، لكن على البوتاجاز بتحمريها بتلقيها نشفت معاكي كده مش كويسه. فاحنا بنفضل تحمير الفرن زي ما انتم شايفين. هناخدها على الفرن ونوديها على الفرن. طبعا انا عملت زي ما انتم شايفين. هنعمل طبعا الرز الاول قبل ما نودي الصواني على الفرن لان لسه خلاص قدامنا وقت حوالي ساعة على المغرب اما يأذن. فاحنا نعمل الرز في الاول الرز وبعد كده ناخد الصواني نحطها في الفرن على اساس تطلع من الفرن سخنة زي ما هي، يعني ما تبقاش بردت. لان الرز طبعا ما بيبردش بسرعة. فانا هعمل الرز الاول واسيبه اغطيه واسيبه واروح اخد الفراخ زي ما انتوا هتشوفوا كده نحطها في الفرن ونرجع بيها وهوريكم احلى اكل عملناه النهارده. بالله عليكم دعمونا باللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني، عشان قناتي تكبر بيكم ومعاكم احلى متابعين في الدنيا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. وكل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم سعداء وكل رمضان وانتم بخير باليمن والبركات. يعيدوا عليكم باليمن والخير والبركات ان شاء الله. واشوفكم على خير ان شاء الله، وما تنسوناش باللايك بالله عليكم. واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.